بما اننا لسه ما قلناش حاجة فخليني اقول لكم بسرعة اني عملت اخيرا اكونت على تيك توك. هنزل عليه نوع تاني من المحتوى مختلف عن اللي بتشوفوه هنا، واسمي هناك باين قدامكم على الشاشة دلوقتي. فلو حابين تشوفوا حاجة جديدة ومختلفة روحوا اعملوا فولو ويلا بينا نبدأ، عشان موضوع النهاردة طويل شوية ومحتاج نخش فيه على طول. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت. النهارده حلقتنا عن قصة محمد رمضان والحادثة الأخيرة اللي حصلت في مهرجان كوتشيلا 2025، والجدل الكبير اللي رجعه تاني محط الأنظار وحديث الشارع. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محمد رمضان شارك مؤخرا كأول فنان مصري في مهرجان كوتشيلا العالمي في كاليفورنيا، ودي حاجة بصراحة كانت إنجاز. راح يغني جنب نجوم عالميين زي ليدي جاجا وإد شيران، وهو على المسرح رمضان رفع علم مصر وقدم أغانيه المشهورة. لكن بدل ما الناس تركز إنه رافع راسنا عالميا، اللبس اللي طلع بيه خطف كل الانتباه. ظهر بملابس غريبة شوية، ستايل مصمم خصيصا له من دار أزياء مصرية، وكان عبارة عن سلاسل ذهبية وجنيهات على صدره وجاكيت طويل عليه رمز مفتاح الحياة مع بنطلون اسود. المظهر ده ناس كتير اعتبروه غير لائق ومش مناسب وشبهوه ببدلة رأس شرقي للسيدات. وطبعا السوشيال ميديا ولعت انتقادات فورا، بدل ما يقولوا ان برافو ده اول فنان مصري يقف على المسرح ده، بقوا يقولوا ايه اللي لابسه ده نمبر 1. وواحد من المتابعين كتب تعليق حاد بيقول فيه ان اللي عمله رمضان اهانة صريحة لرمز بلد بحالها، لأنه رافع علم مصر بالمنظر ده. والإعلامي محمد الباز كمان هاجم اللي حصل وطالب نقيب الموسيقيين في مصر ياخد موقف حاسم رغم إن الحفلة بره مصر، وقال حرية الفن والإبداع مش معناها قلة القيمة وتجاوز كل الخطوط. يعني باختصار، لبس محمد رمضان على مسرح كوتشيلا ولع موجة هجوم جديدة عليه في مصر. النتيجة كانت إن صورة محمد رمضان العامة أخدت ضربة جديدة، والناس رجعت تتكلم عنه بشكل سلبي، وقالوا إنه دايما بيحب الشو حتى لو على حساب احترامه للبلد. في الوقت اللي كنا شايفين فيه محمد رافع علم مصر وفخورين إنه بيغني قدام العالم، لقينا نفسنا قدام عاصفة نقد بسبب لبسه وتصرفاته. نقابة المهن الموسيقية في مصر حتى اضطرت ترد ببيان رسمي إن ملهاش دعوة لأنه تبع نقابة التمثيل ومش هتعاقبه على حفلة برا مصر. لكن اتحاد النقابات الفنية نفسه استدعى للتحقيق بعد ما اعتبروا اللي حصل إساءة لصورة الفنان المصري دوليا. والغريب إن وسط الهجوم ده كان في برضه ناس دافعوا عن محمد رمضان في تعليقات تانية، قالوا يا جماعة سيبوه في حاله، دي حرية فنية والراجل ما خالفش أي قانون ولا ضر أي حد. ومصممة الأزياء نفسها فريدة تمراز طلعت تدافع عن تصميمها وقالت إنها استوحت الزي من الرموز الفرعونية القديمة ومفتاح الحياة كمحاولة تعكس الحضارة المصرية بشكل مودرن. ومحمد رمضان نفسه رد بشكل غير مباشر وقال إن إطلالته مستوحاة من تماثيل الملوك الفراعنة، يعني قصده يطلع بشكل مصري أصيل، مش إساءة ولا حاجة. بس بالرغم من أي دفاع الهجوم كان أقوى، ورمضان رجع لترند النقد والسخرية على السوشيال ميديا زي ما تعودنا. نرجع شوية لورا. محمد رمضان لما ابتدى مشواره الفني كتير من الجمهور والنقاد كانوا شايفينه موهوب بجد. بداياته كانت في أدوار صغيرة في السينما والمسرح، وشوية بشوية لمع نجمه خصوصا بعد أفلام زي عبده موتة ومسلسل ابن حلال وكمان الأسطورة. ساعتها الناس قالت إن ده خليفة أحمد زكي الجديد، وكان بياخد أدوار بطل شعبي حبته الناس. نجاحاته المبكرة خلته نجم شباك، وأفلامه ومسلسلاته كسرت الدنيا في فترة معينة. يعني محدش يقدر ينكر إنه ممثل شاطر وعنده حضور قوي. ده غير إنه دخل مجال الغنى برضه وعمل أغاني نجحت زي نمبر 1 ومافيا. ومن هنا ابتدى يلقب نفسه بنمبر 1 ويستخدم اللقب ده كعلامة تجارية شخصية ليه أو براند خاص لنفسه. لكن لقب نمبر 1 نفسه كان سيف ذو حدين. صحيح بيأكد ثقته بنفسه إنه شايف نفسه رقم واحد، إنما برضه ناس كتير شايفاه غرور واستفزاز لزمايله. ومن هنا بدأت ملامح الجدل حوالين شخصيته تظهر. محمد رمضان أصبح مركز جدل مش بس عشان شغله، لكن كمان عشان تصرفاته وتصريحاته بره شغله. ولو بصينا على تاريخ محمد رمضان الفني هنلاقي كل سنة تقريبا في حاجة قنبلة كده بتطلع وتعمل دوشة. الراجل لقبوه حتى في الإعلام ديزل الأزمات، عشان ما فيش سنة بتعدي من غير ما يتصدر عناوين الأخبار بقضية أو مشكلة. تعالوا نستعرض بسرعة شوية كده محطات جدلية في مشواره. ودي يمكن أشهر مشاكله.
محمد رمضان كان في طيارة وصور فيديو قصير وهو قاعد مكان مساعد الطيار وبيهزر انه هنسوق الطيارة وبتاع. الفيديو ده تسبب في وقف الكابتن أشرف أبو اليسر عن العمل مدى الحياة بقرار رسمي لأنه سمح له يدخل كابينة القيادة. الموضوع قلب كارثة إنسانية للكابتن وتحول لخناقة في المحاكم بينه وبين محمد رمضان، خصوصا بعد ما الكابتن توفى أثناء ما الأزمة لسه شغالة. الناس وقتها تعاطفت جدا مع الطيار وشافت إن رمضان أذاه بتصرف غير مسؤول. محمد رمضان اتصور في دبي مع مغني إسرائيلي مش عارف اسمه، مش عايز أعرفه، من غير ما ياخد باله، أو يمكن خد باله، الله أعلم. أول ما الصورة نزلت قامت عليه الدنيا في مصر باتهامات تطبيع مع إسرائيل. رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا حملة هجوم وصلت للمطالبة بشطبه من نقابة الممثلين. رمضان حاول يدافع عن نفسه ساعتها وقال أنا ما بسألش أي حد عن جنسيته أو دينه قبل ما اتصور معاه، وإن ما كانش يعرف. بس الهجوم كان شديد جدا واضطر يمسح الصور والفيديوهات اللي دافع بيها عن نفسه. الأزمة دي خلت شعبيته تهتز عند شريحة من الجمهور العربي اللي اعتبرت اللي عمله ده كان غلط كبير. في مرة المحكمة حكمت عليه بتعويض كبير للطيار أبو اليسر حوالي 6 مليون جنيه. محمد رمضان رد بنشر فيديو لنفسه وهو بيرمي رزم دولارات في البسين بتاع بيته. المشهد ده استفز الملايين، خصوصا وإن ناس كتير وقتها كانت مضغوطة من أزمة اقتصادية. اتشاف إنه بيتباهى بفلوسه بطريقة مستفزة جدا، لدرجة إن حتى الناقد طارق الشناوي ذكر الواقعة دي كمثال إن رمضان مش مدرك تأثير تصرفاته وإنه بيغضب الناس اللي بتعاني من أزمة مالية. رمضان دخل في مناوشات كتير مع زمايله، زي خلافه العلني مع الإعلامي عمرو أديب اللي رمضان رد عليه بفيديوهات ساخرة على انستجرام لما عمرو انتقده في برنامجه، وبرضه خلافه مع الممثل باسم سمرة اللي ظهر في فيديو انه حاول يتخانق معاه في فرح. كمان خناقة السوشيال ميديا مع الفنان أحمد الفيشاوي لما الأخير عمل أغنية اسمها نمبر 2 يتريق بيها على لقب رمضان، فرد رمضان بأغنية تانية آخرها قريب مشادة مع ياسمين صبري في حفل سحور تم في رمضان 2025. لما هي بركت له على نجاح وقالت له مبروك يا ابني، فرد عليها وهو بيضحك ابني ازاي يا جماعة انت مجنونة، وعمل بإيده كده يعني. قدام الناس هي زعلت ومشيت، والموضوع ده انتشر ان رمضان احرجها متعمد وتهاجم بسبب قلة ذوقه معاها، لحد ما اضطر يبعت لها اعتذار رسمي على انستجرام عشان يهدي الدنيا. محمد رمضان برضو معروف بحفلاته اللي دايما بيعمل فيها حاجة اوت اوف ذا بوكس. في حفلة في الساحل الشمالي سنة 2023 طلع لابس قميص شفاف باين منه جسمه، وفي آخر الحفلة سجد سجدة على المسرح بشكل استعراضي. الحركة دي ناس كتير محبتهاش وقالوا ايه الهبل ده وما ينفعش انك تسجد كده وسط أغاني ورقص، والنقابات وقتها حذرته يلتزم بالذوق العام وما يكررش الحركات دي. وبرضه عمل فيديو كان بيضرب نار حقيقي في الهوا وهو في بيته، فطلع كلام انه بيشجع على العنف بدون ما يقصد. يعني باختصار رمضان بيجرب كل حاجة صادمة ممكن تخطر على بالك، وده بيخلي اسمه دايما في كلام الناس والنقاد. وزي ما احنا شايفين محمد رمضان بيثير الجدل باستمرار، اسلوبه بقى معروف، استعراض مستمر لثرائه، عربيات، فلوس، طيارات خاصة، تصريحات فيها تحدي لأي حد ينتقده، لبس جريء ومختلف، وكل ده بيخليه محور كلام سواء بشكل جيد أو سيء. موقع العين الإخبارية وصفه إنه اختار طريق الجدل كمنهج للنجاح وجزء من صورته الفنية. يعني هو يمكن مؤمن بمبدأ خالف تعرف، اعمل ضجة عشان تفضل ناجح ومتصدر حتى لو اتعرضت لهجوم أو تحقيق رسمي. وطبعا كل شوية يحصل هجوم وبعدها بشوية الدنيا بتهدى وترجع المياه لمجاريها، وبعدين يعمل حاجة جديدة فيرجع الترند تاني، وهكذا. ودلوقتي قبل حكاية كوتشيلا بفترة قصيرة محمد رمضان حاول يقلب الترابيزة ويغير صورته شوية. في شهر رمضان اللي فات عمل برنامج مسابقات جديد اسمه مدفع رمضان. البرنامج ده فكرته انه ينزل يتفاعل مباشرة مع الناس في الشوارع الشعبية في مصر، كل حلقة في حي او محافظة، وبيظهر كل يوم بشخصية جديدة، مرة سواق توك توك، مرة دكتور، مهندس. وكان بيسأل الناس أسئلة سهلة في الشارع ولو جاوبوا صح يديهم جوائز وفلوس، ويوزع عمرة مجانية كمان. البرنامج كان فيه جانب ترفيهي وجانب إنساني وخيري في نفس الوقت. والخطوة دي بصراحة حسنت صورة محمد رمضان قدام ناس كتير. شفناه بدور مختلف، متواضع، بينزل وسط الناس البسيطة، بيفرحهم وبيساعدهم، وكتير من الجمهور قالوا ساعتها برافو يا رمضان، انت كده بترجع تكسب قلوب الناس تاني.
حب الناس رجعله شوية خلال رمضان، وحسوا انه قريب منهم وبيدعم المحتاجين بطريقته. وحتى المنتقدين له قالوا الحركة دي ذكية منه عشان يصالح الجمهور. البرنامج نجح إلى حد ما، وكان خطوة إيجابية في مشواره السنة دي. ممكن نقول إن محمد رمضان رمى الكرة في ملعب الجمهور عشان يشوفوه بشكل جديد غير حياة الفلوس والفشخرة اللي متعود عليها. وفعلا ولمدة كام أسبوع الترند عنده كان إيجابي، ان يا جماعة شوفوا محمد رمضان بيساعد الناس والناس بتدعي له بالخير وهكذا. لكن يا فرحة ما تمت. خلص رمضان وجت كوتشيلا بأخبارها بعد برنامج مدفع رمضان اللي خلى البعض يتعاطف معاه. جه تصرفه في المهرجان ده زي شكة دبوس فجرت كل الانتقادات من أول وجديد. الناس اللي كانت بتقول عليه بطل شعبي وقلبه طيب رجعت تقول لأ، ده لسه في حاله القديم زي ما هو بيعمل أي حاجة تلفت النظر حتى لو هيتهاجم. كتير من اللي أشادوا بيه في رمضان قلبوا عليه بعد حفلة كوتشيلا، يعني كأن محمد رمضان رجع صورة الشخصية الجدلية المستفزة تاني بسرعة الصاروخ. السوشيال ميديا في مصر حرفيا ما كانش ليها سيرة غير لبس محمد رمضان في كوتشيلا، ميمز وانتقادات وسخرية مع شوية تحليلات عن هو ليه بيعمل كده. النقاد والإعلاميين ركزوا على الموضوع برضو في نقاشات على التلفزيون والصحف. البعض قالك يمكن محمد رمضان اتعود انه يكون حديث الناس، فمهما عمل خير او حاجة كويسة بيرجع يعمل حركة جريئة عشان يفضل اسمه ترند. حتى طارق الشناوي الناقد الفني قال تصريح مهم، ان الجمهور من حقه يغضب منه طبعا، بس برضو مطالب طرده من النقابة او حبسه دي مبالغ فيها حبتين. الشناوي قال بالنص إن رمضان بيرتكب أخطاء فادحة في حق نفسه بين الحين والتاني، وإنه غالبا ما بيكونش مدرك خطورة اللي هو بيعمله. وافتكر له أزمات زي وقعة الفلوس في البسين وأزمته مع ياسمين صبري، وحتى موضوع ادعائه الحصول على دكتوراه فخرية من كام سنة. كل دي أمثلة إنه أوقات بيورط نفسه في حاجات بدون حساب العواقب. لكن الشناوي برضو أشار إن رمضان كل مرة بيتعاقب اجتماعيا شوية وبعدين الدنيا بتهدى وتتقلب الصفحة، وقال يا ترى المرة دي هيتعلم ولا لأ. هو شخصيا يشك ان رمضان هيغير اسلوبه لانه سريع الانفعال والتعبير الصاخب عن نفسه. ومن ناحية تانية الكاتب وائل لطفي شاف ان محمد رمضان ذكي طبعا ووصل لمكانة كبيرة، لكن مشكلته في قلة العمق الثقافي خصوصا في موقف زي بتاع كوتشيلا. وقال ان رغم ان رمضان طموحه انه يبقى عالمي، جواه لسه رغبة انه يفضل نمبر وان في مصر بأي طريقة. المعنى ده بيأكد فكرة إن رمضان يمكن عنده صراع ما بين إنه يرضي الجمهور العالمي بانفتاح وجرأة، وفي نفس الوقت عايز يحافظ على لقب النمبر وان وسط جمهوره في بلده. فبيحاول يعمل خليط غريب، والنتيجة ساعات بتكون تصرفات غير محسوبة بتجيب له النقد من الناحيتين. فدلوقتي بقى نيجي للسؤال المهم، ليه محمد رمضان دايما بيعمل الحاجات اللي بتعمل جدل وضجة؟ هل هو بيحب الشهرة بأي تمن؟ هل شايف إن دي طريقة نجاحه الوحيدة؟ ولا هي عفوية وبدون قصد وكل مرة بيتفاجئ بردة الفعل؟ في تحليلات كتير، وفي ناس من الجمهور شايفة إن محمد رمضان مؤمن بمبدأ خليك حديث الناس، بمعنى إنه ما يهموش الكلام كويس أو وحش طول ما اسمه على كل لسان. وممكن يكون شايف إن أي ترند هو نجاح، لأن الترند ده بيجيب مشاهدات وأرقام، والأرقام بالنسبة له تساوي نجاح وشهرة. استراتيجية الصدمة الواضحة عنده، سواء لبس غريب، تصريح مستفز أو مشهد غير مألوف، بتخليه دايما في العناوين. زي ما موقع العين قال، رمضان بالنسبة له إثارة الجدل أصبحت جزء من شخصيته الفنية، مش بس وسيلة مؤقتة. يعني هو عامل لنفسه كاركتر الفتى الجريء المثير للمشاكل، والكاركتر ده بيخليه مميز ومختلف عن باقي الفنانين. يمكن هو شايف إن لو بطل يعمل كده الأضواء هتروح لشخص تاني وهو يختفي في وسط الزحمة. ومن ناحية تانية في تفسير نفسي شوية، محمد رمضان جاي من خلفية شعبية وكافح كتير عشان يوصل، فلما وصل للقمة حصل عنده تمسك شديد بالنجاح ده، ورغبة انه ما يقعش تاني من على العرش اللي هو شايف نفسه فيه. فبقينا نحس انه مستميت يفضل في المركز الاول، حتى لو ده هيخليه يستفز او يصدم جزء من الجمهور. واوقات ممكن نقول ان عنده ثقة زيادة في نفسه بتوصل للغرور احيانا، فبيتصرف بطريقته الخاصة ومش مهم مين يعترض. وبعدين لما تحصل مشكلة بيشوف هيبقى يحلها ازاي، يعني اسلوب اعمل وبعد كده ابقى فكر. كمان ما ننساش انه فنان شامل، بيمثل وبيغني وبيقدم برامج دلوقتي، فعينه على نجاح عالمي مش مجرد محلي.
ففي كوتشيلا مثلا يمكن فكر انه لو طلع بإطلالة غريبة وفرعونية على رأيه هيكسر الدنيا بره ويعمل لنفسه اسم وسط الأجانب. يمكن ما كانش حاسب ان اللي هيمسك له على الواحدة هم المصريين نفسهم لما يشوفوا صوره. وده خلينا نقول ان ثقافيا رمضان ساعات مش بيقدر الفرق بين جمهور وجمهور. الحاجة اللي ممكن الأجانب يشوفوها عادي أو كول مثلا ممكن تكون عند المصريين مستفزة أو مرفوضة، فهو بيدور على العالمية بس بطرق بتجيب له وجع دماغ محلي. في نهاية الحلقة لازم نقول إن محمد رمضان ظاهرة فنية خاصة. نجوميته وشعبيته محدش يقدر ينكرهم. عنده جمهور كبير بيحبه وبيشوفه قدوة للنجاح من تحت الصفر، وعنده برضه شريحة مش طايقاه وشايفاه مثال للغرور والتصرفات الغلط. الشخصية الجدلية دي ليها مميزاتها وعيوبها. مميزاتها إنه دايما ترند ودايما في حوار، وده خلاه واحد من أشهر نجوم الوطن العربي بلا شك. عيوبها إنه بيدخل نفسه في مشاكل باستمرار وبيخسر ناس كان ممكن تكمل وتحبه وتدعمه. احنا هنا مش هدفنا نهاجمه ولا ندافع عنه شخصيا، انما بنعرض اللي الناس بتقوله واللي المصادر والاعلام ذكرته عن تصرفاته. محمد رمضان قدر يفضل محور نقاش طول السنين اللي فاتت. كل ما نقول خلاص الناس بطلت تتكلم عنه يفاجئنا بحاجة جديدة ترجع اسمه في كل حتة. هل يا ترى دي خطة منه عشان يفضل ناجح، ولا هو طبع شخصي تلقائي مش عارف يغيره؟ السؤال ده مطروح للنقاش. قولولنا انتوا ايه رأيكم في اللي حصل مع محمد رمضان في كوتشيلا، وشايفين ان الانتقادات في محلها ولا الموضوع كله مبالغة؟ وهل بتشوفوا ان محمد رمضان فعلا بيعمل كده عن قصد عشان الترند، ولا هو فنان بيجرب يختلف والناس مش متقبلة اختلافه؟ خلصت حلقتنا. شكرا جدا على المتابعة لغاية دلوقتي. كان معاكم ريكتر من قناة ريكتر دازت، واشوفكم الحلقة الجاية، ولايتس اوت.